علامات ليلة القدر 4 علامات واردة في السنة. الناس كلها بتسأل عن علامات ليلة القدر وعايزين نعرفها ونتعلمها. زي ما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث في علامات واردة في السنة، وغير كده ما نسمعش، لأن الموضوع فيه تلاعب كتير وفيه أحاديث كتير موضوعة في هذا الأمر. فالأحاديث الواردة عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم منهم الحديث اللي بيوصف لنا القمر، أن يكون القمر كشق جفنة. شق جفنة يعني زي نص الطبق كده اللي احنا بناكل فيه، نص طبق. ده علامة من العلامات، وإن كان العلماء اختلفوا في العلامة دي بالذات تحديدا يعني. طيب عندنا كمان 4 علامات تانيين واردة برضو في السنة عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لنا إن ليلة القدر ليلة سمحة طلقة لا حارة ولا باردة، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. فليلة فيها سلام كلها يعني رحمات من رب العالمين سبحانه وتعالى، والملائكة زي ما النبي عليه الصلاة والسلام يوصف لنا موجودين في الأرض أكثر من عدد الحصى في حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فهي سمحة، فيها سماحة وفيها سلام. طلقة يعني نلاقيها منورة كده طبعا من كتر عدد الملائكة والسلام اللي موجود فيها، فهي ليلة مضيئة منيرة. طيب لا حارة ولا باردة، يعني الجو بتاعها ولا هو حر ولا هو برد، جو حلو لطيف. طيب ادي 4 علامات اهو: القمر شق جفنة، سمحة طلقة، لا حارة ولا باردة. في علامة تانية بعد ما بتنتهي الليلة، سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يعرفنا إن الشمس فيها بيضاء لا شعاع فيها، لكن دي بتكون الليلة انتهت خلاص، فاز من فاز وسعد من سعد وخسر من خسر. ده بالنسبة للعلامة اللي بعد انتهاء ليلة القدر. طيب اللي يلاحظ العلامات دي أو يجدها أو يعرفها يجتهد في العبادة، يقيم الليل، يذكر الله سبحانه وتعالى وهكذا. ولكن خلينا نكون متفقين إن العلامات دي متفاوتة. ممكن المؤمنين يشعروا بيها، أيوة، لكن مع تغير المناخ ومع تغير الوضع حاجات كتيرة جدا ممكن تتغير. حتى مع الإضاءات اللي موجودة في عصرنا الحالي ممكن نلاقي إن الدنيا تختلف تماما من حد للتاني. ممكن واحد مثلا يلاحظ نفسه في العبادة إن هو اجتهد شوية فيبقى روحانياته عالية وإيمانياته عالية، فيشعر بالسلام الداخلي جواه، فيخيل له إن دي ليلة القدر. الشاهد من كلامنا إن المطلوب هو الاجتهاد. المطلوب إن احنا نجتهد في ال10 حتى ننال ثواب ليلة القدر من خلال ال10، مش إن احنا بس نركز فقط على العلامات. العلامات يراها المؤمن، قد يراها المؤمن، أيوة، قد يعرفها العباد الصالحين، أيوة، نسأل الله عز وجل أن نكون منهم. لكن الأصل في الموضوع إن احنا نجتهد في الليالي ال10 حتى نفوز بليلة القدر إن شاء الله.